ازيكم عاملين ايه؟ شفتوا الانترو جامده ازاي؟ انا النهارده هتكلم عن روايه، بس انا مش عارفه ابداها ازاي وهكذا. فانا هتفرج على الانترو تاني معاكم، ومن خلالها هنشوف هنبدا ازاي. انا النهارده هتكلم عن الروايه الضخمه دي، يوميات طائر الزنبرك. انا عارفه ان الاسم ممل، بس اصبروا معايا. انا قاعده هنا علشان انا هنا رسمه طيور، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وعلشان أنا هنا حاطة قناديل بحر، فده ليه علاقة بالرواية شوية. بس عايزة أقول إن أنا هحرق الرواية، فالأحسن إنك تقراها وبعديها تيجي تتفرج. لو أنا هرشح، أنا قريت الترجمتين بالعربية لأحمد حسن، الدكتور أحمد حسن المعيني والدكتور محمد عبد العاطي. بس أنا الصراحة حبيت ترجمة الدكتور محمد عبد العاطي أكتر. هي كانت، أنا قريتها PDF، كانت مسروقة على النت، بس دلوقتي ما عادتش مسروقة، فمش عارفة هي بتتباع فين في المكتبات. يعني دايما هتلاقوا النسخة دي، هتلاقوا النسخة دي. بس التانية لغتها بالنسبة لي كانت شعرية أكتر، لأن الرواية كبيرة جدا. كل شوية طلعش، أنا مبسوطة إني اشتريته. كبار جدا، فبعيدا عن الأحداث هو مراكمي يعني كفرد حاجات كتيرة قوي. فمش عارفة أنا أمشيها ازاي أو أرتبها ازاي، وخايفة أوقع حاجة. فعلشان مفيش أي بداية صحيحة، احنا هنشوف الانترو بيقول ايه. This is just a dream. انا شايفه ان اول فريم ده، انا لو هستخدمه ان انا ابدا ازاي، فانا ممكن اقول ان انا اتكلم عن اسلوب مراكمي، ان هو سريالي او شبه الاحلام. لان مراكمي بيعتمد على، انا كنت كتبت بوست على القناه هنا على كتابات محمد المنسي قنديل، وكنت قلت ان محمد المنسي قنديل انا دايما في جدار بيني وبين الشخصيه بتاعته علي. وانا ليه بقول محمد المنسي قنديل؟ لان هو الروائي اللي زي مراكمي، اللي انا قرات له كل الروايات يعني. فكان دايما شخصيه علي انا بيني وبينها جدار، كنت بحس ان انا مش عارفه علي يعني، انا بس بتفرج عليه من بره. انما في ابطال مراكمي انا بحس ان انا واقفه في دماغ البطل. دايما مراكمي بيكتب عن شخصيه رئيسيه راجل، انا حاسه ان انا واقفه في دماغه. فانا فكرت ليه؟ علشان مراكمي مش بيقولك البطل حاسس بايه. يعني مثلا في روايه، طبعا انا هحرق كل حاجه بقى. في روايه كان البطل قاعد مع زوجته العزيزه، ودايما الزوجه هتسيب البطل، دايما الزوجه هتسيب البطل. فقالت له في يوم انا عايزه اتطلق. فهو ما فهمش، او يعني مش ما فهمش، هو اللي حرفيا اللي حكاهولك ان هو قال لها تمام. خد العربيه فضل يلف اليابان، عشان هاروكي مراكمي ياباني وكذا. فضل يلف اليابان وقعد في العربيه بتاعته بياكل اقل القليل. هو مش بيقولك ان هو ديبريسد، مش بيديك مبررات للعلاقه، هو بيقولك اللي حصل وانت مع البطل، انتوا الاتنين بقى بتحسوا بنفس الشعور. عشان كده بحس ان مراكمي انا لما بقرا له بحس ان انا ماشيه في دماغي يعني. لو في شعور او حاجه انا مش عايزه اواجهها، هو هيخليني اواجهها، لان هو هيحط لي البطل في نفس البوزيشن. فانا هحس انه وقتها اشوف البطل بيتصرف ازاي. ممكن اجادج، او مش اجادج، بس افكر هو عمل كده ازاي، طب هل ده صح، طب هل انا عامل كده. عشان كده انا بحب روايات مراكمي، بحس ان هي كل روايه بتخش فيه اعماق نفسيه، سواء للبطل او ليك. دي حاجه. الحاجه التانية وهي انه بيوصف الاماكن، يعني بيوصف الحياة. يعني ساعات والله يعني ممكن يوصف رجل كرسي وانت تبقى مندمج معاه، لان هو من كتر ما هو بيوصف، انت حاسس انك واقف مع البطل. يعني في ذكريات في رواياته انا اكتسبتها، مع اني يعني لما بقرا روايه بحس ان انا بحبها قوي، او هي اثرت فيا قوي. ذكريات الابطال بتترسب نوعا ما في وعي. فمثلا انا مش فاكره انهي بطل، بس انا فاكره ان في واحد فيهم كان عنده دولاب منظم جدا، الشرابات في حته والكرافتات في حته. يعني دايما بيسيب من كتر وصفه للاماكن، انت بيعلق معاك صور حيه من الروايات بتاعته. حاسه ان انا قلت ان هو اسلوب مراكمي عامل ازاي بالنسبه لي، ان هو بيحكي عن المشاعر وان هو سريالي. لما قلت سريالي وان هو شبه الاحلام، كنت اقصد انا لما باجي اوصف احلامي او فكرتي عن الاحلام، ان هي العقل اللاواعي بياخد حياتنا اللي احنا بنعيشها ويروح يرتبها بطريقه مختلفه على حسب مشاعرنا. يعني انا لو بخاف من شارع، فهو هيخلي لي يعني انا هبقى في الحلم في نفس الشارع، بس الشارع هيكون اوسع. فبحس ان ده عالم مراكمي يعني. بيبقى دايما في عالمين، او الروايه بتتقسم حاجتين كده: عالم حقيقي بطل عايش في الاتنين، عالم حقيقي، وعالم هو دخل غصب، عالم اللي هو بيبقى فيه حاجات غريبه ومش مفهومه، بس somehow انت في الاخر بتبقى فاهمها.
يعني مثلا في الروايه دي يبقى في بئر جافه، في الاخر هي بتتملي ميه، بتفهم انه زي الميه عادت لمجاريها او ان مشكلته اتحلت. فانت مش محتاج يعني تو اوفر ثينك او تفكر ان دي مجرد بئر، حفره في الارض ما ينفعش حد ينزل يقعد فيها. يعني بحس ان هو حقيقي اكتر من العالم الحقيقي بتاعنا في وصفه، انه رغم انه ممكن يقعد يغني على طائر اسمه طائر الزنبرك، هو يقصد طائر الزنبلك، ان هو يوميات طائر الزنبلك، ان هو الطائر لعبة بتلفه بزنبلك. كانت اول نقطة عايزة اتكلم عنها وهي السرد. ليه this is just a dream؟ الفريم ده كان اول فريم. دلوقتي هي القصة بتبدأ عن تورو، هو البطل اسمه تورو ومراته اسمها كوميكو. فأول كتاب هو من يونيو، وهي عيد ميلادها في مايو. في يونيو هو بيبدأ يحكي بقى من هنا انه العلاقة بينهم يعني مش بيحكوا لبعض، مش مفيش اللي هو الباشن ده اللي هو انا عملت النهارده كذا وكذا وكذا. بس لما انا بمشي في الرواية اكتشفت انه يعني things shouldn't be perfect علشان تحب حد. يعني مش لازم كل يوم يبقى يوم مثالي او كل يوم يبقى فيه حاجة مثيرة للاهتمام بتحصل علشان تكون بتحب حد او بتكير علشان حد. فدي كانت اول حاجه انا اخدت بالي منها. يعني كنت مفكره بقى ان دي روايه عن ازاي الناس لما بيبطلوا يتكلموا مع بعض بيبطلوا يحاولوا، عشان مش كده يعني. طيب هما متعودين ان هما بيفطروا مع بعض، كوميكو وتورو، وفي يوم من الايام هي مش بترجع البيت. فبيكتشف ان بيعرف يعني ان كوميكو هجرته من غير ولا اي كلمه وداع، ان هو he's depressed. و بيبدا بقى تبدا تظهر كلوز في حياته كده. هو غضبان، حتى ده بيظهر انه كان في واحد هو وحيد تماما. هو كانت يعني الشخص الوحيد في حياته هي كوميكو. تعدي عليه 6 شهور من غير ما يكلم اي حد، بس بيصحى واللي هو بيخليك يعني بيقولك ان البطل ادرك لما خرج من البيت ان هو بقاله كتير قوي ما خرجش من البيت. المهم يعني ان هو كان عمه او خاله، هو كان كلمه علشان يعني كان عايز يتكلم مع اي حد. فخاله قال له يا ابني روح اتمشى واتفرج على الناس يعني. فهو بيشوف واحد وبيفضل ماشي وراه، فالشخص ده بيخاف منه وبيطلع مضرب بيسبول عشان يضربه. فالبطل بيمسكه وبيعجنه ضرب مع انه يعني ما كانش عايز يضربه، هو كان بس عايز يدافع عن نفسه، وكان هو يعرفه من بعيد يعني. بس هو عايز يوريك قد ايه البطل كان غضبان. هو برضو بيخش في مشاعر الوحدة والهجر، ان هو بيحس ان هو مهجور، كان في بيت قريب منه مهجور، بيحس ان هو مهجور زي البيت ده وان هو متوحد معاه، وانه الوحدة صعبة قوي. ان هو بيدور يعني بيبقى بجد في سطرين اللي هو انا عايز يعني تخيل كل ده مش على مشاعره كل ده مش على مشاعره. هو بس على الاحداث اللي بتحصل وانت بتحس معاه ان هو في سطرين، ان هو كان عايز يتكلم مع اي حد وما كانش في اي حد يتصل عليه. وبعدين الفصل بينتهي ويبدأ بقى يحكي حاجة تانية يعني. أم، فدي كانت اول ثيمة مثلا ممكن نقولها في الرواية، وهي ان انت بتحس يعني ايه انه حد سابك وانت بس مش فاهم هو سابك ليه، وانت يعني عارفه، انت متأكد ان هو شخص كويس، وعارف ان انت مش متضايق منه، انت بتحبه، انت بس انت عارف ان في مشكلة حصلت له وهي اللي خلته يبعد كده، وان تكون المشكلة دي انت عايز تساعده فيها، بس ده لا يمنع شعورك بالأذى وبالهجر وبالوحدة وبالغضب. بس نفس الوقت انت بتحاول تعرف هو ماله. عشان كده البطل يعني بيفضل ورا اللي هي الكلوز بتاعت الحاجات الغريبة او العالم التاني، اللي انا دايما بحب اشوف ان هو عالم المشاعر. يعني اللي هو كل حاجة فيه تبقى ليها رمزية معينة، وكل فعل بتعمله ليه يعني تأثير معين، والموضوع ملوش علاقة بالماديات والمحسوسات. يعني ما فيهاش مشكلة انك تختار الجدار او تروح عالم موازي، بس هي برضو الموضوع مش كده يعني. عشان كده دايما اي حد بيتكلم عن مراكمي مبيبقاش عارف يتكلم يقول ايه يعني. مهما قلت مش هو ده برضو يعني. انت لازم تشوف لازم تقرا مراكمي عشان تفهم مراكمي. أم، فدي اول سيمة. تاني سيمة ممكن نقولها وهي أم، كوميكو بقى، الست اللي مشيت. كوميكو بقى، الست اللي مشيت. انا زي ما بحرق فانا يعني هفرش الرواية فرشة محترمة كده. هحاول اخليها على خط واحد لينير مع ان ده صعب جدا. بس أم، هو البطل بيبقى بيقابل شخصية بتحكي له عن ان وقت الحرب العالمية التانية يعني اليابان زي احتلت حتة اسمها منشوريا، ودي تبع الصين ومنغوليا، وروسيا كانت عايزة تاخدها، حتة عليها نزاع اقليمي. والحتة دي هي كان فيها حروب، والحرب طبعا بتأثر في الناس. انا عايزة اقول نقطة هنا وهي انه
يعني لما باجي ابص للانسان والحروب والفكره دي، في نزعه انسانيه شريره الانسان بيتولد بيها. ومش عايزه اقول ان الانسان جواه ابيض واسود، بس النزعه دي جايه من الضعف البشري، انك لما بتحس انك ضعيف بتحاول تعوض ده بحاجه تانية. عشان كده مثلا تلاقي يعني مثال، مثلا حد مقهور في الدوله العربيه فبيمارس العنف الاسري على افراد اسرته، علشان هو يعني جاي من الضعف، فبيحاول يعمل حاجة شريرة. الحاجة الشريرة دي ما كانتش تبقى موجودة لو كان العالم وردي، وهو مش وردي يعني. انا عايزة اقول انه دي كانت التروما، يعني الحرب او الفكرة عامة بيجي تحتيها بقى، يعني انا التسلسل في الرواية بالنسبة لي انه دي التروما الكبيرة حتى لو هي بعيدة في الأجيال. يعني في حاجة اسمها جنريشنال تروما، اللي هو علشان جدك وجدتك مروا بكذا، فابوك وامك اتربوا بهذه الطريقة، فانت هيطلع عين ابوك بسبب هذه المشكله. لو تحس انك مش بس بتورث يعني الامراض، انت كمان بتورث التروما النفسيه او الجنريشنال تروما. فانا حاسه ان هي يعني تسلسل جه كده. ليه بقى؟ كوميكو كان مولوده في اسره يابانيه، وعاده الاسر الاسيويه ابننا لازم يبقى واد مثالي ويحقق اعلى الدرجات. ففي الروايه مفيش حديث كتير عن شخصيه اخو كوميكو اللي هو نوبورو واتايا، بس انا من فهمي يعني ادركت ان نوبورو كان الجولدن بوي، او الواد اللي هو لازم تعمل كل حاجه صح، ومفيش شكل الحب في حياته، لان ابوه وامه اللي هو دماغهم فاضيه. حتى كان في شخصيه اسمها تانية مايو كاسهارا، كانت بتقول على يعني دي شخصيه تانية، بس انا استخدم وصف ابويها، يعني ان هما زي ضفادع بشريه دماغهم انت لازم تذاكر ولازم تنجح، والنجاح والتفوق، ومفيش الحب، مفيش حته الامان. وكان للنبورو والبنت كوميكو ليهم اخت كبيره، وكانت الاخت دي يعني هي كوميكو وهي صغيره اهلها فصلوها وودوها تتربى عند جدتها. فكانت دي حته تروما برضو، ان هي بعدت عن اهلها، ولما رجعوها تاني كان خلاص الوقت فات وهي ما عادتش حاسه ان ده بيتها. وبرضو جدتها لما هي اتاخدت منها كوميكو قعدت تضربها وتخمش وشها وحاجات غريبه. فدي الترومات اللي هي قدرت تحكيها لتورو جوزها. ودي حاجه منطقيه. انه في سؤال مهم، انا مش هطلع بره الموضوع، بس انا عايزه بس اجيب نور على حته، انه انت ممكن يعني ممكن تعرف حد، بس انت عمرك ما هتعرفه، لان هو ممكن يقولك على حاجات وهي فعلا مؤذيه وشكلته بشكل ما، بس مش هي دي كل حاجه. ودي بقى فكره الروايه، ان في حاجات انت مش هتقدر تحكيها حتى لنفسك. هي دي بقى اللي وقعت فيه كوميكو، ان هي حاجه حصلت لها ما قدرتش تحكيها، ما قدرتش تقولها. كانت هي حملت وبعديها ما كانش هم عايزين. طبعا دي كلها افكار غربيه، انا مش بقول صح وغلط هنا، بس هي يعني اجهضت طفلها. وكان هو قال لها يعني احنا عندنا ضائقه ماليه وهكذا، بس يعني ليه تقتلي؟ يعني مش تقتلي بس ليه؟ يعني انا ما عنديش مشكله انك تربي، يعني ان احنا نجيب الابن ده للعالم، وده في الاول والاخر قرارك يعني يا كوميكو. بس هي بتبهض الولد، وبعديها بتقعد فتره بقى بتقعد تعيط في الفندق ومش عارف ايه. وهو يعني بيفهم انه المشكله او التيرنينج بوينت في علاقتهم هي حته البيبي دي، بس مش هي دي. يعني مش هي دي، في حاجه اعمق. وهي دي بقى الروايه، انه كوميكو كان عندها تروما معينه مش قادره تحكيها، حتى لو حكيتها ممكن تبان يعني لو كانت اتقالت في سطور ممكن تبان عاديه او سهله لبعض الناس الغريبين الاطوار، بس هي ما قدرتش حتى تحكيها. وهي دي قوه المشاعر علينا، او قوه انك تأسر نفسك او تتحبس في فكره معينه في دماغك، وعلى اساسها تصرفت تصرفات معينه خلتها تثبت لنفسها الفكره دي، وعلى اساس ده بعدت عن البطل. هو بقى قرر يخش عالم يعني ميتافيزيقي غريب عشان يفهم كوميكو. يعني مثلا كان في حد قال كان في عراف زمان هم راحوا له هو عشان يتجوزها، ابوه اشترط عليه انه يروحوا هما الاتنين يزوروا عراف معين. فالعراف ده قال له يا ابن الحلال، لما تحس انك عايز تنزل، لما تحس ان مشاعرك تحت، لا ما قالهاش كده، بس انا اقصد يعني طريقه ان هو انزل اعمق بئر، ولما تحس انك لازم تطلع اطلع اعلى حته. فهو لما يعني كوميكو سابته، كان في بئر في البيت المهجور اللي جنبه اللي هو بيت جاره اللي سابه، جاره انتحر من كام سنه. راح نزل اعمق بئر حرفيا. وحرفيا المشهد ده في دماغي، اللي هو كوميكو انا قاعد في الضلمه وهو رجعي، انا بحاول افهمك وهو رجعي. بس هو كان لازم. دي نقطة تانية، انه اذا انت مش هتقدر تحكي، بس اذا انت قدرت تحكي، هل الشخص اللي انت اخترته هيقدر يفهمك؟ يعني
هو الاكيد انه المهم في العلاقات ان احنا الاتنين بنحاول نكبر سوا، وان احنا زي بنبيرنت ايتش اذر علشان نجرو. بس هل هو فعلا هيفهمك؟ هل هو هيقول الكلمه اللي انت محتاج تقولها تسمعها؟ فدي كانت برضو يعني انا مش بحس ان دي مجرد قصه واحده سابت واحد. دي قصه ليه واحده سابت واحد، وليه انت ممكن تكون مكانها، وليه واحد اتساب وبيحاول يرجعها، وليه انت ممكن تكون مكانه. يعني بحس ان هي دي الذكاء في الروايات او الافلام، ان هو you go deeper within yourself علشان تفهم يعني لما تفهم الابطال تفهم نفسك، وان شاء الله بقى تعيش جودة حياة احسن. يعني ان هو تكملة انه يعني ان هو هيجو في الرحلة علشان يقدر ينقذ حبيبته من دماغها اللي مسوحها. بس هي مش قصة كده، انا بهزر يعني، بس هي مش كده. يعني هي فعلا انه يعني مثلا هي قالت في النهاية ان اخوها نوبورو ده اللي حصل لكوميكو ان هو انتهكها بشكل ما. حتى استخدم كلمة انتهاك، يعني حتى في الترجمتين العربيتين قالوا ان هو ينتهك الشخص. وده بيخليني خلاني اكون فكرة انه الانسان في حتة فيه هي دي الجوهر بتاعه، او هي دي بتاعته، ده انت، ده الكور بتاعك. مش ان انت لوزر او مش ان انت سكسسفul. يعني في حاجة كده اللي هي الحاجات اللي انت بتحبها. يعني هي نقطة متكونكت بيها بقى ثقافتك وعاداتك وتقاليدك واهتماماتك وطريقة تضحك على ايه وبتمشي ازاي وازاي الناس تعرفك من قفاك. بس في حاجة هي دي انت. اذا انت قدرت تشوفها، حتى في ادفنتشر تايم الكرتون اللي انا بحبه كان جيك بيقول اذا انا عارف شكل روحي فانا تمام، اذا انت عرفتها فانت تمام، واذا الناس اللي حواليك عرفوها فانتوا تمام، واذا انتوا الاتنين قدرتوا تجرو together في مصاعب الحياة، تدعموا بعض وتحاولوا رغم انكم بتأذوا بعض. فدي الفكرة المثالية بقى، اللي هو يلا نحاول نوصل هناك. بس الحتة دي نبورو انتهكها، بوظها. دي بقى عرفناها منين؟ كان في شخصية اسمها كريتا، هي كانت بتحكي ان هي مش عايزة اقول ما عندهاش شخصية، بس يعني حياتها كلها اتبنت على شعورها العميق بالألم. فما كانتش عندها حاجة تستند عليها، فما كانش عندها مشكلة ان هي تبيع جسدها لأجل المال. ان هي ما كانتش يعني كانت زمان بتحس بمشاعر الألم كلها، ولما حاولت تنتحر وبعديها خافت، حست ما عادتش تحس بأي حاجة. وبعديها قابلت نوبورو اللي هو أخو كوميكو ده، وكوميكو وهي بتقول ان هي رغم ان هي يعني بتفعل هذا الفعل، الا ان هو فعلا انتهكها بشكل ما. وحتى يعني انا ما اقدرش اوصفها، انا ما اقدرش اقولها، بس انت مش محتاج تفهمها. يعني it just happened, that's it. هي دي التروما. يعني في المنسي قنديل في رواية اسمها يوم غايم في البر الغربي، في شابتر شابتر ايه، في حتة في الكتاب كده بيحكي عن رجل بيؤذي امرأة، وبيوصف بقى يعني وصفها. وانا حسيت ان لو كوميكو، لو هو ده فعلا اللي نوبورو عمله الكوميكو، فحتى وصف كلمة انتهاك او رواية يوميات طائر الزنبرك، يعني شعورك ان انت مش عارف توصف التروما، وان انت لازم تخش عالم بعيد تماما عن الواقعية علشان تقدر بس تفهم ولو 1% من شعور كوميكو. رغم قساوة، يعني انا عايزة اقول رغم قسوة وصف مشهد المنسي قنديل، الا انه انا حاسة ان مشاعرنا بتصعب الموضوع اكتر واكتر واكتر. فبالتالي مش بيتبقى لك غير كلمة ان هو انتهكني. يعني حتى كريتا وصفت هو عمل ايه، حرفيا وصفت اللي هو يعني البروسيس، بس ستيل مش هي دي. في حاجة كده ما تتقالش بالكلام. عشان كده روايات مراكمي عبقرية، اللي هو الحاجة اللي ما تتقالش بالكلام دي انت بقى ممكن تحسها لما تقرا له. يعني فهي دي فكرة، يعني ان هو قدر يوصف التروما بالشكل ده. عشان كده فكرة الانتهاك بالشكل ده. نيجي بقى للحتة التانية. يعني احنا دلوقتي فهمنا ايه اللي حصل لكوميكو. نيجي بقى للبطل، ان هو بيخش هذا العالم. مش يعني وانا حتى بقول كده احس الموضوع سخيف. يعني يا جماعه مش هي دي الروايه مش كده، هي مش كده. بس ان هو يعني بيسعى بقى في هذا العالم، وبتظهر بقى شخصيات تحكي له حاجات فيفهم يا ترى كانت كوميكو اكيد بتحس كده زي الستات دول ولا لا. ويعني وحاجات كده. وفي الاخر بنوصل للحته بتاعت، يعني انا حتى مش عارفه اقولها ازاي، بس انا هقول فكرتي. يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن كوميكو صح، واللي هو الانتهاك والتروما اللي متقدرش تحكيها رغم انك قدرت تحكي كل حاجه تانية. بس دي حاجه انت متقدرش تحكيها. في حاجه تانية نسيت اقولها في حته كوميكو دي قبل ما اسيبها، وهي ان احنا بيبقى عندنا اتنين نفس أم، دي صعبه شويه. يعني هو نوبورو خلى كوميكو تعمل حاجه معينه،
او تحس بشعور معين او حاجه معينه، ده شكل هويتها عن نفسها. فبقى عندها نفس هي تعرفها، دي النفس الشريره، مش الشريره المؤذيه، بس دي النفس الفاسده. حتى هي قالتها له، يعني انا فسدت، او انا كنت فاسده من زمان، او انا طول الوقت كنت بفسد. النفس الفاسده. وفي نفس تانية اللي هي اللي بتحاول تعيش، اللي حاولت تهرب من الفكره دي، وتهرب لانها تتجوز واحد كويس قدر يفهمها، وقدر يجيب لها قطه اللي هي اول حاجه كان نفسها تحصل عليها في حياتها كلها. ففي النفسين دول. بس اكشلي النفس التانية مش مجرد نفس انت بتحاربها، دي انت. يعني ادراك الانسان للضعف اللي جواه وللشر اللي ممكن ينتج عنه. ادراك ام مثلا ان هي ممكن تكره ابنها لما يتولد مثلا بسبب اكتئاب ما بعد الولاده، او ده يسبب اكتئاب ما بعد الولاده. يعني الادراك ده صعب، علشان انت لما بتدرك ده بتكتشف قد ايه انت شخص وضيع، وقد ايه انت بتأذي الناس اللي بيحبوك. بس ده انت، اهو ده انت. وفي النفس التانية، هي بقى كانت كوميكو، يعني هما الاتنين كانوا جواها، وهي كانت بتحاول. بس مشكلة الرواية، او انا شايفة انه يعني الدرس المستفاد، محبش اطلع بالحاجات دي يعني، بس لو هنقول في درس مستفاد، هو انه يعني كوميكو وتورو لما قابلوا بعض كانوا جايين من خلفيات صعبة، فقرروا ان هما يبقوا سوا يعني، ويبدأوا من الصفر. بس ده الغلط، انت كان المفروض تبدأ من تحت الصفر، لانه الزواج او العلاقات الانسانية هي كلها عبارة عن احنا بنتكلم ازاي، حاسين ببعض ازاي، وهكذا يعني. فانت المفروض تبدأ من تحت الصفر، المفروض تفهم هل هي كانت فعلا، يعني هو حاول يفهم، هي ما قدرتش تقول، بس اقصد يعني المفروض الاتنين يبقى عندهم القابلية ان هم يحكوا حاجة زي كده، اللي هو ايه اللي حصل تحت ده، ايه الحاجة اللي انت مش عايز، ايه الحاجة اللي انت خجلان منها، ولا انت حاسس فعلا بالذنب تجاهها، ايه الحاجة اللي انت ما ينفعش تهزر فيها، ايه المشكلة بجد. والشخص التاني يبقى قادر يتقبل ويفهم ده. يعني مش عارفة اقولها ازاي، بس اللي هو قد ايه احنا معطوبين وقد ايه احنا سيئين، وحد تاني يتفهم ده. فانا حاسة ان هي دي كانت الحتة في بتاعة التعافي يعني. تاني حاجة وهي الفلو، كان دايما بيقول انه البئر بتاعتهم جافة علشان في حاجة سدت مجرى المياه ده جنب بيتهم يعني. بس ده انا حاسه ان هي دي علاقتهم يعني، ان اللي سد المجرى ده ان هي كوميكو مش قادره تحكي. انا مع تورو ان هو يعني he said I will never let you go، حرفيا. اللي هو حتى لو انتي بعدتي من غير ولا كلمه ومشيتي وقلت لي ابعد، وقلت لي ان انت شخص سيء، وحتى اعترفتي انك خنتيني اكتر من مره، ف I still know who is كوميكو. الست اللي انا اتجوزتها 6 سنين، الست اللي انا حبيتها، انا عارف مين انتي، وانا عارف جوهر روحك. فعلشان انا عارفك بهذا الشكل، فانا هحاول ارجعك. ايوه، ان هو هيحاول يرجعها يعني. بس كان واجب كوميكو يعني. انا اوكي، انا حاليا مش قادره احكي و avoidant وبعيده، بس واجبي الحاجه الوحيده اللي ممكن اعملها ان انا بس اقول لك، يعني احكي لك. فحاسه ان ده كان واجب كوميكو، بس انا برضه ما اقدرش احكم، يعني ما اقدرش اقول الدرس المستفاد، او لو كان ده حصل ما كانش كل ده اتكتب. يعني انا حاسه ان ده هري، لانه هي كوميكو قالتها ان هي كانت بتحس ان هم واقفين في متاهه، وهو دايما بيعدي قدامها، هي مش قادره تطلع صوت. فانا شايفه الصراحه يعني اتمنى انه لو حد قرا الروايه دي يدرك ايه الحاجه فعلا اللي ممكن يتحط عليها نور في روحه، ويقدر يشوفها بعينه ويتقبلها، يعني ويتصلحها ويروح ثيرابي، ولا يشوف هيعمل ايه، يقرا وهكذا، يتعلم يعني عنها، ويعيط ويغضب وهكذا. واذا قابل حد تاني وحس ان دي حاجه هتعرقل علاقتهم، فيقدر يحكيها يعني، يقدر يقول انا ليه اجهضت ابننا، يعني ليه كنت حاسس، ليه كنت خايفه التروما او الحاجه اللي في عيلتنا تتسرب له، او ان انا مبقاش ام كويسه او هكذا. علشان ايه احتماليه انك تقابل او تقابلي واحد زي تورو اوكادا يعني. ايه احتمال، اصل انت يا اسطى يعني will get manipulated لو انت so fragile كده will get manipulated يعني، لا مؤاخذه. فلا لا يعني اتمنى ان احنا كنا نقابل ناس زي تورو اوكادا، اللي هو يعرفوا شكل روحنا ويحاربوا كل حاجه علشان يستردونا باك، ويواجهوا كل مشاعرهم الصعبه. بس انا حاسه ان في عمق تاني برضو، هو ان تورو مش بهذا النضج العاطفي. يعني هو تورو بس حب كوميكو، ودي حاجه ذكيه جدا، ان احنا الانسانيه او البشريه، يعني فرويد لسه عارف كلمه، مش عايزه اقول فرويد تروما، بس يعني اقصد العلم النفسي كان لسه ما بقالوش كتير. بس اقصد اللي بيحرك الانسان انه
احنا مش محتاجين العلم النفسي علشان نعرف بعض او نتصرف ازاي. يعني حاسه ان هو كان بس كل اللي بيحركه ان هو بيحب كوميكو، ان هو عايز يبقى معاها. هو حتى لو هو وقع في نفس الفخ بتاعها وما قدرش يواجه مشاعره، ما قدرش يفهم الغضب عشان كده ضرب راجل لحد ما كان خلاص هيجيب اجله، ولا الحزن ولا الغضب، ولا قدر مثلا يكتشف مشاعر تانية زي انه يعني كان مثلا المفروض يليت هير جو او هكذا. يعني ما هو ما مشيش ورا كل ده، هو بس مشي ورا حته مراتي مشيت انا عايزه ارجعها عشان انا بحبها بس. يعني كور اوف لاف. يعني انا حاسه ان انا اتكلمت خلاص عن كوميكو وعن التروما وازاي مراكمي حكاها، والانتهاك والسلطه بتاعت السلطه والضعف البشري والحروب، وان احنا ازاي بنتعافى وايه اللي المفروض يحصل وهكذا. واتكلمت عن حته انه يبقى في فلو بينك وبين نفسك، او لو في ريليشن شيب او فريندشيب او هكذا يبقى في شخص تاني قادر يفهم وهكذا، قادر يساعدك، قادرين انتوا الاتنين تمشوا في دماغ بعض وتروحوا الاماكن الضلمه عشان تقدروا تروحوا الاماكن النور بعد كده وتكبروا بقى على مختلف نواحي الحياه. يعني حته الفلو دي انا بقولها بهزار بس هي فعلا يعني انا بتخيل الانسان زي شجره، هو ليه جذور ضاربه في الارض وليه جذع، بس لازم الميه تمشي في الاتنين. يعني جذورك او الماضي بتاعك، حتى اغنيه روما الكايروكي اللي هو الجذور بتاعك اللي مدفونه، ايه المشكله انها تبقى فيها ميه ومتغذيه؟ ايه المشكله؟ وايه المشكله برضو ان الحاضر بتاعك يبقى شكل مختلف تماما عن جذور الشجره وتطلع ثمار مختلفه تماما عن الاتنين؟ يعني انا بحس انه حاجه تانية اتعلمتها برضو بعيدا عن مراكمي يعني او مع مراكمي، انه انت لما تشوف الماضي بتاعك، حتى تورو قالها ان هو راجع للماضي علشان في حاجة حصلت في حياة كوميكو زمان هي كسرتها. ما ينفعش، مفيش لا سبيل لإصلاح هذا الشيء المكسور داخلها، لأن هي اتكسرت في الماضي وانت لازم ترجع الماضي علشان تصلحها. انت لازم ترجع الماضي عشان تصلحها، وعشان مش تقدر ترجع الماضي فانت فقدتها للأبد، وبالتالي على طول هيبقى في فجوة في صدرك. بس أنا شايفة إنه الإنسان مش doomed to be like this forever. انا ساعات ببقى حزينه بقعد اقول كده am I doomed to be like this forever. بس لا، يعني الواحد مش محكوم عليه يبقى كده على طول. عادي، انت ممكن تفصل الشعور عن الفعل. يعني انا حاسس بشعور معين او الشعور عن الفكره، انا حاسس بشعور معين بس انا مش لازم افكر هذا التفكير السلبي عن نفسي. يعني افصل، انا حاسس بكذا بس فكرتي مختلفه، او انا بتعلم، او انا بقول لنفسي، او انا بتغير. يعني الشعور مختلف عن الفكره. او لو انت شخص توكسيك مثلا وتاذي نفسك واللي حواليك، فانا حاسس اني غضبان جدا وعايز اقوم اكسر وشك، بس همسك نفسي على مراتي وبنتي مثلا. يعني افصل الشعور عن الفكره، فبالتالي الحاضر اللي انت عملت فيه ده هيبقى الماضي بتاع المستقبل. عشان كده لازم الانسان يبقى فيه فلو، ولازم يبدا من تحت الصفر ما يبداش من الصفر يعني. مش انا حاسه ان انا قلت الروايه يعني وفكرتي والثيمز وهكذا. اسلوب مراكمي سلس قوي، سلس قوي قوي قوي. حتى لو اتنين مختلفين ترجمونه، بس تحس انك يعني الرواية بجد ده بيخلص في 3 ايام يعني ما شاء الله. بس اقصد من كتر ما انت تبقى مسحول، بس 3 ايام عطلة عن العمل. أم، ممكن دلوقتي ابص على السيمبلز. يعني كان في كذا سيمبل مثلا لو قلتهم، وهي انه القطة بتضيع دايما في روايات مراكمي، في قطط. أم، المنزل مهجور، طائر الزنبرك، ومايو كسهارة. كان في حتة سيماية مقلتهاش. انه طائر الزنبرك هو يعني هو بيسمع صيحة طائر الزنبرك. انا ليه عاملة احنا صحيح نسينا البتاع ده، ثانية اطلع لكم، نسيت ثانية اوريكم. مش عارفة اوريكم دي ولا لأ، بس هي دي اللي هي يعني حطيت فريم ده عشان اللي هو الخير والشر، اللي هو انت بتشوف حاجة بيضة قوي بتنور قوي بس somehow it has another meaning inside itself. يعني في حتة تانية وهي بتطلع بسرعة مش قادرة، بس ثانية. في دي واللي هي unable to recognize any faces. ده الفريم يعني علشان هقولها بقى. بص، كان في شخصية اسمها في الرواية اسمها مايو كاسهارا. كنت انا قلت انا ماشي، انا هقولها زي ما تيجي. يعني طائر الزنبرك وهو الطائر اللي هو بتسمع صيحته في العالم، فهو اللي بيصرخ في العالم انه يعني ليه صوت، اذا انت سمعته فانت في حاجة عشان هتحصل لك. فانا كنت بقول the silence of طائر الزنبرك علشان the silence of the lambs،
ممكن احط البوستر هنا بدل الفضل اللي ورايا ده. The Silence of the Lambs، اللي هو يعني تروما كبيرة. اللي شاف الفيلم احرق عليكم الفيلم كمان. تروما كبيرة انت مش قادر تواجهها، بس هو بتختفي في اعماق روحك وبتدفنها زي قلبك في الشجرة. ده مشهد في الرواية برضو. اللي هو هل محتاجة شرح The Silence of the Lambs، The Silence of طيور الزنبرك؟ مش محتاجة شرح، تروما يعني سهلة، صمت، محدش يتكلم، واضحة يعني. ماشي. فده طائر الزنبرك. برضو كان في حاجة تانية اللي انا فهمتها، ان هو الزنبلك انت لما بتلفه الطائر بيقعد يتحرك وبعديها يروح واقع مكسور من على الترابيزة. فانا كنت بحس ان الناس بتعيش حياة ميكانيكية، اللي هو 1+1=2. انا هصحى اروح الشغل، اجي اكل، اقعد ساعتين حاسس بفراغ، وغالبا مفيش ساعتين ينام على طول او ما ينامش عشان هيجيله ارق عشان هو عنده مشاكل نفسية. يعني لوب حياة الشباب في الوطن العربي والعالم كله غالبا. أم، بس يعني هو ده طيور الزنبلك، يعني اللي هو في زنبلك بيحركك وانت بتفضل ماشي لحد ما تتكافئ على وشك. أم، فكانت في شخصية اسمها مايو كسهارة، دايما في الوقت مراكمي في بنوتة عسولة عندها 17 سنة أو 12 سنة، ليتا. مراكمي بيحط حاجات كده غريبة في النص. بجد مش يعني عشان بس أقول عشان محدش ينزعج يعني لو قرا، بس هو مش انزعجوا براحتكم، مش هدخل نفسي في الموضوع ده. بس ما علينا، يعني انه مايو كانت بتحكي انه كانت هي عندها فكرة عن الموت. دايما عايزة تعرف ايه هو الموت، ويعني ايه الانسان يتدهور، ويعني ايه ان الانسان ليه في ناس كتير بتأدي مهام ميكانيكية وهم مش شايفين المستقبل. وكان عندها وصف معين كده، انه يعني ان هي ممكن اهلها يحطوا طبق رز في الميكرويف ويطلع مكرونه. هما هيقولوا اه ده احنا ممكن نكون نسينا وحطينا مكرونه بالغلط، بس عايزه تقول لهم لا، يعني في احتماليه واحد في العالم ان حاجه تتغير. ده بيفكرني بنظريه الالكترونات، ان هو الالكترونز اللي بتقعد تلف، وفي مكان ما اخر في العالم بعيد جدا، بعيد عن بعض في اليونيفرس، في الالكترون التاني بيلف عكسه، مع ان الالكترونين دول ما كانوش مع بعض. يعني بحس ان يعني في قوة فيزيائية غريبة وفي حاجات عجيبة في العالم بتحصل. بس يعني ماشي اوكي تمام، يلا نخش في الفيزياء. بس انا اقصد كان في يعني اللي فهمته اكتر ان هي كانت عايزة تقول انه مش لازم كل حاجة تبقى واضحة، ساعات بيبقى في حاجات غريبة. هي دي كانت مشكلة مايو، يعني ان هو في حاجة في يعني هي تسببت في حادث مؤسف لحد هي كانت بتحبه، وكان نوعا ما انا حسيت انه اهلها ومحيطها بيلومها على هذا الشيء. بس هي كانت عايزه تقول انه في جانب اخر للاشياء، في جانب احنا مش عايزين نشوفه لان هو صعب، لان هو اذا احنا شفناه فهننتهي ان احنا يعني مش عارفين نعمل ايه قدامه، اللي هو الضعف الدفين اللي جوانا. هننتهي مش عارفين نتصرف ازاي. بس اكشلي مش محتاجين نتصرف، يعني احنا بس محتاجين نتكاتف سويا هكذا. نقطة تانية اللي أنا كنت عايزة أبدأ بيها وهي حتة الرأسمالية. يعني هو تورو بيسيب شغله لأن هو فجأة بيحس إن هو يعني ما بيعملش حاجة، يعني أزمة منتصف العمر، عنده 30 سنة وكان طول حياته بيعمل أعمال اللي هو يعني زي مرمطون. مش يعني هو وصفها كده، يعني مرمطون اللي هو بيعمل حاجات في مكتب محاماة، سكرتير ملوش مستقبل، ديد اند جوب. فحسيت انه لما تورو وقف شغل وفضل كوميكو بقى، هي بدأت الأحداث تتحرك من هنا يعني. آم، كانت كنت عايزة اقول ايه تاني، نسيت عايزة اقول ايه تاني. ان تورو وقف شغل. حتة الخواء يعني الروحي، مش عارفة. ايوه افتكرت ان هو كان اخو نوبورو واتاي، اخو كوميكو. كان بيقول للبطل انت يعني لما هي كوميكو مشيت ورجعت لبيت اهلها، قالت له قال له قعدوا مع بعض يعني، قال له انت مخك ده فيه حجارة وفيه قمامة، انت مخك معمول من الحجارة والقمامة. وهو كان وقتها تورو اتعصب يعني منه، لان هو حس انه هو عنده حق. يعني انا عملت هو قال له انت 6 سنين اتجوزت زوج اختي، عملت فيهم ايه؟ عملت فيهم ايه؟ فكنت يعني هي الرواية نوعا ما يعني بتدفعك انك تكره نبوره مع البطل، بس هو البطل في الاخر بيستدرك ان هو فعلا عنده حق، يعني انا عملت ايه فيهم. بس دي كانت يعني سيما كده مش هي الرئيسية، بس هي سيما مختلفة يعني. انا بحس الصراحة انه اذا انت somehow عارف شكل روحك، هتعرف نوعا ما انت
عايز تعمل ايه في الحياه يعني، او ايه الحاجات اللي يعني هيبقى في حاجات بتعملها عشان تجيب فلوس، وفي حاجات بتعملها علشان حاجات بتعملها عشان تجيب فلوس، وفي حاجات بتعملها علشان انت بتحب تعمل كده. هو ده الحاجات اللي انت بتحب تعملها يعني. ف كنت حاسه ان كوميكو والتورو واقفين عند نفس النقطه يعني، بس هي تحت خالص. هي محبوسه، حابسه نفسها، اخوها خلاها تحبس نفسها، بس هي اللي حابسه نفسها. وتحت خالص وهو فوق شويه يعني، بس هما الاتنين تحت الصفر. هو فوق شويه اللي هو انا اعمل ايه. دايما ابطال مراكمي كده يعني، اعمل ايه يعني. دخل الكليه ما اتكلمش مع حد، قعد طول الكليه سنين الاربع سنين على الكنبه بيسمع مزيكا. ما يعرفش حد غير صاحبه في السكن، ودايما صاحبه في السكن بيرازيه بجد يعني. ما يعرفش حد. هكذا يعني. بس انا بحس ان ده عزاء نوعا ما للناس، لانه يعني انا شايفه انه في فكر دلوقتي اللي هو لازم نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، ولازم نبقى عارفين احنا عايزين نعمل ايه، ولازم. بس انا متاكده ان هيبقى في فكر قدام بيقول لك يا اسطى عادي يعني. ايه المشكله ما تشتغل يعني بواب. يعني ما اقصدش ان احنا ما عندناش الخيارات، بس ايه ليه تحكم على حد ان هو دي شغلانته يعني. ما يمكن هو اسعد منك يعني. في مش قصه سعاده، بس في مؤشرات كتيره قوي ممكن مجرد رضاك عن العمل حتى لو هو مش بيحدث التغيير الهائل في العالم، ويعني يبقى هو ده الجول اللي الإنسانية هتوصل له يعني. ماشي. أنا حاسة في نبض، أنا حاسة يعني نصر على النوتس. ماشي. أنا هجو بقى وذن كل الحاجات يعني عشان أميك شور إن مفيش حاجة نسيتها. إن أنا زي ما قلت أنا مش مهتمة حقيقي الفيديو ده يعني. لو جاب 0 فيوز هبقى مبسوطة، عشان أنا هبقى ال1 فيو اللي هبقى أخش هعمل أكونت فيك وأخش منه كمان كام سنة، عشان أنا فعلا عايزة أعرف كل الحاجات اللي مكتوبة هنا. I really don't care. ما بقتش شبه ايرون توفيق. لو ما عجبكوش الفيديو عادي يعني بحس. بس انا هجو وذن النوتس عشان اميك شور ان انا ما نسيتش حاجه مهمه. ماشي. انا كنت كاتبه حته اللي هو اذا انا يمكن استبدالي يعني، ليه ابقى معاك من الاول. انا صراحه مش عارفه هل الفكره دي صح ولا غلط يعني. يعني انا شايفه انه علاقه كوميكو وتورو كانت جايه من هنا، ان هي جايه اذا انت تقدر تتخطاني يعني، ليه ابقى معاك من الاول يعني. اللي هو الانسان المفروض يدور على حد اللي هو انا، اللي هو احنا معمولين علشان يعني ما اقصدش معمولين علشان بعض. I can't eat that girl for lunch. انا اقصد انه يعني احنا الاتنين بنكمل بعض بدرجة كبيرة قوي، او احنا الاتنين في بينا كيمياء كبيرة قوي، او احنا الاتنين في بينا ألفة كبيرة قوي يعني. اقعد انزل بالليفلز، بس اللي هو مش سهل انك تجيت ريبليست الصراحة. مش عارفة يعني. صراحة حقيقي مش عارفة احكم على تصرف تورو يعني. اللي هو اكيد مش هقول الذكورين المتعصبين، اكيد الذكورين المتعصبين يقول لك ده راجل قليل الادب يعني، ايه مراته تخونه ويفضل معاها يعني. انا فاهمه وجهتين النظر، بس مش عارفه افايت لاي واحده يعني. انا بس استنى لو لا قدر الله بقيت في نفس الموقف واعرف بقى وقتها انا بقى اني فريق. ماشي. كنت بقول برضو ان هما بيكملوا بعض يعني. مفيش سبيل للشخص التاني من غير الشخص الاولاني. قبلك وبعدك هي كانت لا شيء، ومعاه هي بس عرفت الخلاص. انا بحس ان هي كوميكو كانت كده، ان هي قبله كانت في تروما، وبعده كانت في تروما اسود، اللي هو بقى دخلت في لوب مفرغة من أفعال المشينة. بس هي معاه، بس الوقت اللي هي قعدت معاه بس كانت حست بالخلاص يعني. في الرواية واحدة بتتصل بتقول له أنا بس عايزة 10 دقايق من وقتك. الست دي هي رسالة الأدرس. الست دي هي كوميكو في الآخر يعني. بس مش عايزة أقول أنا حرقت دي، بس مش عايزة أحرق ليه يعني. أصلا أنا هستفاد إيه لو أنا حكيت الرواية يعني. ما تقروها. مش عايزة أحكي الرواية، أنا عايزة أحكي الحاجات أفكار أنا عن الرواية، فاهمني. عشان كده لو حد عنده افكار او وراها وهكذا يا ريت يبقى في الكومنتات وهكذا. ماشي. عايز اقول برضو ان كان في الروايه قطه كوميكو، القطه يعني اللي هم خدوها. الطريقه ليه بقى دي. بس هما اتقابلوا ازاي. هما عادي اتقابلوا في مستشفى يعني، عشان ده بيروح يزور حد، بتروح تزور امها وهكذا. فكان بدأوا يخرجوا سوا في ديتس ومش عارف ايه. هو كان عارف يعني ان هي ادام بتقول له قشطة على الديتس فاكيد يعني عندها مشاعر يعني وهكذا. فقرروا اول ديت يبقى في حديقة الاسماك. دي حاجة عسولة جدا. انا نفسي اروح يعني. لو في زو حوض سمك عملاق في قناديل بحر، عندي احساس ان مفيش حاجة زي كده. بس لو ده موجود في مصر فانا يعني ان شاء الله بروح حديقة الاسماك. بس
يعني اول ما اتقابلوا هي فضلت واقفه قدام اللي هي قناديل البحر، وهو نوعا ما كان عنده تروما من البحر او من قناديل البحر بالذات، ففضل واقف معاها مستنيها. وبعديها لحد ما خلاص بقى يعني غصب عنه قال لها انا هروح بس اقعد، وقعد ياخد نفسه. وانا بحس ان هو ده الكور بتاع علاقتهم، اللي هو يعني انا هكون معاكي، اللي هو اي حاجه تخصك هتخصني، وانا هكون معاكي حتى لو ده لو ده انا هاجي على نفسي. اللي هو هي بس الموقف الصغير ده هو كان كل حاجه، اللي هو انا 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 هستنى معاكي رغم ان ده حاجه مخيفه بالنسبه لي. يعني دي كانت كبيره يعني اي حد عنده فوبيا فاهم الحته دي. يعني انا هفضل واقف مستني معاكي عشان انتي مستمتعه، مش عايزه ابوظ استمتاعك يعني. ف حتى في الشابتر اللي هو شابتر 22 ده انا بحبه جدا، اللي هو قناديل قناديل البحر من شتى انحاء العالم. وبعديها هو فهم في اخر الروايه بقى خالص، قال لها انتي اللي عجبك في قناديل البحر ان هي وحيده، وان هي كل واحده لوحدها، وان هي بتكهرب، وان هي بتبعد الناس اللي حواليها. حاسه لو كنت قريت، يعني لو كنت استنيت على نفسي 10 سنين مثلا، كنت هقعد بقى اقول لكم على الاتاتشمنتس والافويدد اتاتشمنت وبقى تحليل نفسي وهكذا. بس يعني خلاص، مين ضمن امره. اه القطه هي زي ما قلت، هي كانت كوميكو، عمرها ما كانت قادره تقول لاهلها هي عايزه اي حاجه، فعمرها ما حصلت على حاجه تخصها. فقالت له انا عايزه قطه، فقال لها خلاص ما تعملي الحياه اللي تشتري فيها قطه. فاشتروا قطه فعلا. ولما لما القط هرب او ضاع من البيت، كان ده يعني زي السيمبل اوف لاف، الحاجه الوحيده اللي مشيت. وبعدين في اخر الروايه القط بيرجع لوحده. ف يعني دي تبقى اشاره للبطل ان هو ماشي صح يعني. أم، دي شرع الصوره، حاجه على الصوره. ايوه، في حاجه برضه في روايات مراكمي ان هو دايما البطل بيطبخ مكرونه، وانا بحب المكرونه بسبب روايات مراكمي. ان هو المكرونه زي لونلينس، اللي هو في الروايه هنا بيصحى الصبح يطبخ مكرونه كل يوم، علشان هو عادي يعني ياكل اي حاجه الصبح. وفي قصه قصيره ليه تانية، كانت القصه عباره عن بطل. يعني انا بحب القصه القصيره لان هي بتعرفك الكاتب وهو صغير كان بيفكر ازاي. بحس ان هو ده الكور برضو يعني. يبقى في دايما حاجه صغيره كده في بدايه اي حاجه بتقول لك العلاقه دي او الكاتب ده او اي حاجه هتمشي ازاي. فحرفيا اي حد ممكن عايز يبدا المراكمي ممكن يبدا مثلا بالقصه القصيره بتاعته، علشان يفهم هو بيحب ولا لا، يعني هما الاتنين بيكليكوا ولا لا. بس في قصه قصيره ليه ان هو كان البطل حرفيا قاعد لوحده في الشقه ما بيتكلمش حد، في تليفون بيتصل بيعرف ان هي يعني حبيبة صاحبه، وهما باين سابوا بعض بس هو ما عادش بيتكلم معاهم خالص. ويعني هي سألته اذا كان هو يعرف مكانه، فهو يعني didn't bother ان هو يفكر هل هو يعرف مكانه، هل هو يساعدها ازاي. فقال لها لا ما اعرفش، وراح قفل. كانت هي دي المكالمة الوحيدة مثلا من 3 شهور. وراح طبخ مكرونة في قدر يكفي انك تدخل فيه كلب جيرمان شيبرد. ودايما مراكمي عنده يعني في دايما في الروايات حتة كلب الجيرمان شيبرد ده يعني وعاء ضخم يكفي لهذا الكلب. وبعديها بياكل لحد ما ويرمي بقى المكرونه. وفي الاخر الروايه في اخر القصه يعني بيقول هل يا ترى الناس في ايطاليا عارفين انه المكرونه بتاعتهم الدقيق بتاعهم بيتعمل مكرونه لشخص وحيد جدا. فالقصه عسوله، هي اسمها مش فاكره اسمها الصراحه. في برضه حاجه عسوله تانية، هو ان مراكمي في الكتاب يعني اخر الكتاب التاني في اخر تنتوفة صفحه، يعني حرفيا البطل بيبقى قاعد تيجي ست جنبه باين دي سجارة او حاجة مش فاكرة. بس يعني الست دي هي حرفيا في الكتاب الثالث يعني خلاص بقى، خلاص الشخصية اللي طلعت في اخر كلمة في الرواية، الشخصية اللي طلعت في اخر الهم ده كله، هي اللي هنقعد نتكلم عنها بقى هي وابنها هنا. بس انا بحس دي حاجة عسولة، لان انا بحس انه هو مراكمي هو بيكتب عطل. يعني فجأة عمل خيوط كتيرة قوي وشخصيات كتيرة قوي، ومشى البطل في طريق ضلمة هو اصلا مراكمي مش شايف منه حاجة. فقرر بقى يظبط الدنيا، اللي هو البطل اللي معهوش فلوس خلاص هطلع ست تديله فلوس. يعني خلاص بقى اي حاجة الست دي تظبطها يعني. مع انه ما حسيتش يعني الصراحة من قصتها قدرت اشوف حاجات تانية في الرواية، بس دي كانت حتة ذكاء منه ان هو الشخصيات بتاعته مش مش طالعة كده وخلاص يعني. ومش بحس برضو ان الشخصيات مراكمي الجانبية ليها عمق، بحس ان هو بس طالعين يخدموا القصة يعني. هما ليهم عمق طبعا وليهم كور وكل الحاجات دي، بس بحس ان انا فاهمه البطل الرئيسي قوي. ومش معنى يعني عشان انا انثى هو ذكر يعني عادي بنريفرسل، يعني عادي البشر كلهم شبه بعض.
ايه اللي خليني اقول كده؟ في حاجة أنا قلتها قبل كده بس أنا عايزة أقولها تاني بصيغة تانية عشان أكد عليها يعني، وهي حاجتين. حتة إنه إذا أنت عارف جوهر الشخص فأنت بتحارب علشانه. بس يا جماعة ناخد بالنا، بيقولوا جوهر الشخص يعني ده واحد متجوز واحدة بقاله 6 سنين وكان موعدها قبلها بسنتين. جوهر الشخص. بس أنا بقول كده لنفسي عشان اللي هو الثقة المطلقة في الناس يعني. حاجة وهي إن أنا قعدت أقول الفلو وقعدت أدي يعني زي حلول أو وجهة النظر الصحيحة. بس أنا بس بقول وجهات نظر، حاجات قريتها على النت يعني، أو حاجات أنا مقتنعة بيها، أو حاجات بحاول أطبقها في حياتي. بس مش بقول إن ده الوضع، لأنه الوضع بجد إن زي اللي هو وصف المتاهة، إن هي كوميكو واقفة في متاهة، تورو بيعدي من قدامها، هي مش قادرة تطلع صوت. هي this is trauma. هو ده إنك متبقاش قادر تطلب المساعدة. فدي أنا حاجة أنا عايزة أنبه عليها، إن هو الكلام الحمصي بتاع علم النفس جميل وعلى عيني وعلى راسي، احنا بنحاول نطبقه، بس ده لا ينفي صعوبة او استحالة تطبيق لدرجة ان علاقات مميزة جدا تضيع من ايدك. ولو عايز تعرف هي صعبة ازاي بس قلنا نقرا ترجمة محمد عبد العاطي، بجد ألذ يعني. انا الترجمة دي حلوة جدا، بس انا بقول تقدير الشخصي يعني. في حاجة تانية وهي في سيمبل اللي هو الرجل عديم الوجه. الرجل عديم الوجه ده هو الرجل الفاضي اللي البطل هيكون عليه لو هو ساب كوميكو او البطلة، او لو ما عملش حاجة معينة. ده الشخص، دي الحاجة اللي في المستقبل اللي هتحصل. ولما بنكون في عالم مش حقيقي، هو حقيقي بس مش مادي، اللي هو مش في العالم المادي، فالشخصية دي بتظهر للبطل وبتساعده. مش بتساعده اللي هي بتحسه على حاجة او بتقوله حاجة، لا هي بس يعني مثلا لو في باب مقفول ممكن تفتحه له، ممكن يخبيه. وهو لما بيقابل الرجل الفاضي البطل دايما بيسأله انت مين، فبيقول له انا الرجل الفارغ، الرجل الخاوي. بحس ان دي حاجة ذكية جدا، اللي هو نفذ مهمتك، استرجع مراتك والا هتبقى زي يعني ده تنتهي هكذا. الرجل عديم الوجه صعب صح ان الواحد can see my face فين unable to recognize faces. في حاجة تانية عايزة اوريها لكم، وهي دي somehow related ب the very first chapter يعني. اوضح صورة كوميكو يعني. في سيمبل ان هو في طائر لا يطير اللي هو اللي في الحديقة، وفي دايما في روايات مراكمي يعني في واحد اسمه يوشيكاوا. انا متأكدة ان مراكمي في حد في حياته اسمه يوشيكاوا هو بيكرهه. كان طالع في الرواية دي وفي رواية وان كيوتي فور، اللي هو الشخص البغيض الرغاي اللي انت مش بتكرهه مش بتحبه، بس انت مش عايز تشوفه يعني. مع ان في ناس بتحب الشوكولا، بس الصراحه يعني انا عرفت اتقبل نوبورو وتايا، بس ما قدرتش اتقبل الشوكولا. يكون برضو في بير او حاجه ويعمل في صوت جرس بيخلي البطل يروح ناحيه هناك ومفيش حد بيسمعه غيره. في مراكمي دايما هو في رواياته بيقول لك مثلا الاغاني، يعني مثلا هو دخل المغسله فسمع مزيكا. المزيكا في اول الفيديو ده في الانترو هي اغنيه العقعق السارق. اسمها مضحك بس هو العقرب ده طائر يعني. استنى اوريكم، انا كنت رسماه عشان دورت عليه عشان انا عايزه اشوف صورته. العقرب السارق. ف يعني كنت شايفه انه حطيتها علشان هي مميزه يعني. دايما بيبقى في اغنيه كده شغاله في ودنك، انت ممكن يخليك تكتشف انواع من الاغاني. انا حبيت البيتلز علشان الطريقه اللي هو بيحكي عنها، عشان هو عنده روايه يعني عنده روايه وقصه قصيره اتعملت فيلم درايف ماي كار ونرويجن وود على اغاني من اغاني البيتلز يعني. الاغاني اللي انا كنت بسمعها او اللي حسيت ان هي ممكن انا يعني احس بيها كقارئ يعني، هي اغنيه كايروكي اللي هو بسأل عليكي كل يوم ببعت سلامي مع الهوا، اللي هي كوميكو بعيده يعني هو بيحاول يتواصل معاها باي شكل. والاغنيه بتاعت I bet on losing dogs علشان كان في مشهد ان هو نجح في مهمته وقاعد في البير بقى، فبتيجي زي مايو كسهارة بشكل فيزيائي تقول له ميتافيزيقي يعني، تقول له انت مسكين يا سيد طائر الزنبرك، انت انقذت كل الناس وما عرفتش تنقذ نفسك. فبحس اللي هو I bet on losing dogs يعني I'm losing by their side. برضه في حاجة تانية وهي انك يعني التروما كانت صعبة قوي لدرجة انك كان لازم تدخل عالم بعيد يعني علشان تقدر تفهم هي كوميكو حاسة بايه. بحس ان ده رمز ان احنا بنفقد، ان احنا بندفن حاجة، والحاجة دي بتخلينا نفقد حاجة. انت بتاخد حاجة راحة البال مثلا لما بتعرف تمشي ايامك او هكذا، بس بتفقد حاجة مهمة جدا وهي قدرتك على النطق مثلا او الحديث. حتى دي كوميكو وصفتها كده، قالت يعني
انا ما كنتش عارفه اطلع صوت اندهك يعني، عشان انا دفنت ده. انا دفنت ده عشان ده كان صعب قوي ان انا اواجهه، وكان نفسي تواجهه معايا، بس انا ما قدرتش ادخلك العالم المظلم بتاعي. فانا بحس انه يعني انت محتاج تحب نفسك، او محتاج تتقبل نفسك عشان تقدر بجد تفانكشن مع الناس يعني. حتى لما حد يقول لي، يعني انا لما بقول لحد او حد يقول لي خلي بالك من نفسك، انا بيبقى قصدي اللي هو بجد خلي بالك من نفسك علشاني، فاهمه؟ فاهمني؟ طبعا نخش في النوتس، يلا بينا. ماشي، انا قريت الكتاب ده تاني، قعدت قراءته لان انا كنت قريته زمان ودلوقتي بقيت قعدت قراءته يعني. ف مكتوب، انا كاتبه هنا never let me go، واللي هو طائر بيلف زنبرك العالم و only 10 minutes. ده على الكتاب الاول والتاني يعني، علشان وكاتبه هنا ان انا قريتهم في تاريخ 14/7. فبقول 14/7 علشان اغنية لانا ديل ري اللي هو hot summer nights mid July. في صفحة 41 بيقول هل يمكن حقا أن يفهم الإنسان إنسانا آخر فهما كاملا، اللي هو في الفصل الثاني. وبعدها بيقول فأنا كنت كاتبة فوقيها اللي هو هل يمكن الإنسان فهم نفسه فهما كاملا، يعني هو ده السؤال. هو كان عندي نوعا ما شبه الحدس بالأحداث اللي هتحصل، يعني من أول لحظة وأنا عارفة إن الست اللي بتقول 10 دي هي دي كوميكو، بس أنا زمان ما كنتش أعرف. فالحدس ده أنا شبهته شبه البطل تورو، اللي هو عنده حدس ان كوميكو سابته بسبب مشكله، فهو محتاج يعرفها، مش بسبب ان هي شريره او هكذا يعني. فده حاجه على الصوره. انا حاسه الثلاث كتب يعني، اول كتاب اسمه العقعق السارق، وهو كأن في حاجه بتتسرق منه، وهي دي اسم المزيكا اللي انا حطيت جزء منها في الانترو، وان شاء الله هاخد عليها سترايك. والجزء الثاني هو الطائر نبيا، ودي انا بفسرها ان هو قال ان الطائر نبيا ان هو بيبدأ يفهم طائر الزنبرك الصيحة اللي طلعت اللي سببت أزمة كوميكو، اللي هو سمع بعد كده. فبعد كده كوميكو سببت له أزمة معينة، يعني التروما اللي حصلت. وبعدها صياد الطيور اللي هو هيبدأ بقى يصطاد الطيور ويصلح العالم ابن 60 في 70، ويصلح حياة كل الناس اللي حواليه وينقذ كل الناس في العالم الميتافيزيقي البعيد. طب أنا هحرق. هو ازاي أنقذ كوميكو؟ لما قابل الست اللي هي بتقول له انا عايزه 10 دقايق بس في غرفه فندق، دايما بيبقى في فندق، حتى كان في روايه قايمه كلها في فندق الدولفين. قالت له ما تنورش نور عليا، دي كانت كوميكو، وكانت في الحاله اللي هي الشيمفل اللي هي مش عايزاه يشوفها فيها. فكنت بحس ان دي حاجه روشه قوي، ان هو يعني انت اجتهدت لدرجه انك وصلت هنا، بس انا مش عايزاك تشوفني برضو. وبعديها دايما هو في كل مره بيروح غرفه الفندق دي يبقى في صوت حد بيخبط جامد، فهو قال المره دي انا مش ههرب، انا هاخدك معايا البيت يا كوميكو. فهي بتفضل، يعني هو بيفضل، وبعديها بيقتل حاجه، بس هي بتقول له اوعى تنور نور على الحاجه دي. فانا بقول ان ده مش نبورو، هو نبورو بعديها بيفقد الوعي وهكذا، بس انا بقول ان هي دي كوميكو، الشخص التاني اللي كان حابسها، الشخص الشرير اللي نوعا ما كان نبورو بيستمد قوته من وجوده داخل كوميكو. ده toxic relationship takes two to fuck up، يعني ان احنا نبوظ حياة بعض. ماشي، للناس الذين يشاهدون التلفاز تي في جيرل، انا مش قادرة اتكلم اكتر من كده، بس انا مبسوطة، انا حاسة ان انا قلت كل الافكار الرئيسية اللي انا عايزة اقولها يعني. في حاجات تانية، فانا مش عارفة بقى هل ممكن اخد الاقتباسات اللي عجبتني اصورها وانزلها في بوست على فيسبوك واحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وممكن برضو كنت انا زي منزله ستوريز، يعني ممكن ابقى احطها في اخر الفيديو ده، او احطها برضو في وسط، غالبا كل حاجه تحط في وسط الفيسبوك. و يعني في الديسكريبشن هقول باقي الحاجات اللي ناقصه يعني فين، لو حد حب يطلع اكتر على وجهة نظري او انا ازاي شفت عالم مراكمي. بس كده، انا مبسوطه اني خلصت الفيديو. انا غالبا وصلت الدقيقه 50، انا فاضلي دقيقه واحده وهقفل. انا عايزه اقول ان انا مبسوطه بالطرحه رغم انها بايظه، مبسوطه اني اتكلمت، مبسوطه ان اي حد وصل لحد هنا. يا ريت تشاركوني افكاركم، وانتوا ايه رايكم، يعني ايه رايكم في الروايه، وايه رايكم على ارائي. بس يعني اذا حد ناوي يشتمني فانا هجيب مضرب بيسبول واطلع اكسر دماغه. مش عارفه يعني اقفل الفيديو ازاي، فغالبا هعمل حاجه روشه في الاخر، او ترو، او تبقى دي اخر حاجه، فلو دي اخر حاجه لحد كمان 6 شهور. باي.